فتحيه. الله، اختها. أيوة. اختها والله كان لها اخت اسمها فتحيه. ازيك يا فتحيه؟ الله يسلمك. ما يطلعش بالمناسبه يعافيك ويعافيك يا استاذ. اللهم امين. ما يطلعش بالصوت يا فتحيه ليك اخت اسمها روحيه؟ لا. لا حاضر، قولي اتفضلي. طب والنبي من فضلك، انا كنت متجوزه وجوزي عمل طلاقين، وتالت واحد قال انت طالق بالثلاثه. انا بقالي دلوقتي 2.5 قاعده في بيت ابويا، وهو قاعد مع مراته هناك. يعني متجوز؟ لا شفته ولا شافني، بس بيكلمني. يعني متجوز؟ يعني متجوز؟ متجوز وعنده اولاد. قبلك متجوز قبلك؟ ايوه. يعني اذا هو راح لاول الحياه، واللي هو البيت الاصيل بقى وبتاعه، وانت كان جوازتك كده كانت مجرد رغبه، كانت رغبه كده، حب يعيد، قال بدنا نتجوز على العيد، فجوزك على العيد. اسمعيني دقيقه. اتفضل. يعني هو بقى الراجل عنده بيت ومستقر والعيال والدنيا جميله. ايوه. فحب يتمنجه بيكي شويه. انت شايفه غير كده؟ اتجوزنا. المهم اتجوزتوا وسكعك طلاقين. سكعني، والثالث قال لي انت طالق بالثلاثه. بالله سيبك من ثلاثه، اهي مره واحده، اهي مره واحده. بس سؤالي الصغير لله، هو قال لك انت لحظه يا حبيبتي، هو قال لك في الاولانيه انت طالق وفي الثانيه انت طالق؟ الثانيه دي انا ما سمعتهاش، هم اللي قالوا لي. لا هيقولوا لك، حتى لو قالها في امريكا. لو قال في امريكا مراتي طالق وانت ما سمعتيش نهائي، هو استني يا اموره، استني، يعرفوا دينكم يا خواتي. اتفضل يا كريماتي. واحد في اليمن قال مراتي طالق. أيوة. اسمها فاطمه بنت قيس، لا سمعها في ودنها ولا حاجه، ووصلها الخبر في المدينه المنوره، وكانت من فضليات الصحابه، وحكم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم نهائي الى الابد، لانها برضو كانت نمبر 3. أيوة. فالدنيا جميله، الدنيا جميله. انا بسال سؤال، اول مره قال انت طالق؟ ايوه. اوكي، والثانيه اللي انت ما سمعتهاش كانت برضو هي طالق؟ بلاش انت بقى، ده مش موجه لك الكلام. ما سمعتهاش بصراحه. ولا فيها عليها الطلاق بال14 وعليها الطلاق منواكل وبتاع؟ ثالث مره بقى قال. لا بس استني بس، تاني مره اللي انت ما سمعتهاش، لحظه واحده، تاني مره اللي انت ما سمعتهاش كانت برضو انت طالق؟ ما هي طالق قصدي. نعم. اللي سمعتيه ايه؟ وصل لك انه قال ايه تاني مره؟ دي سكند، دي سكند. قال له انت اتطلقتي، ما اعرفش. قال لك انت اتطلقتي؟ يعني انت اتطلقتي ايه ده؟ انت اتطلقتي دي كلام ممكن. انت اتطلقتي ايه يعني؟ انت اتطلقتي يعني انا طلقتك ولا؟ طيب ثالث مره عشان البيت، ثالث مره قال بالثلاثه. انت طالق بالثلاثه. بالثلاثه. شوفي بقى، احنا بقالنا دلوقتي 2.5 انا قاعده في بيت ابويا وهو قاعد هناك في بيتي. ما هو انتوا مرتاحين. ما بنشوفش بعض. انت خلفت منه؟ انت خلفت منه؟ لا يا لا، يبقى انتوا ناس حلوه. اسالك سؤال تاني انا حاسس بيه، اسالك سؤال تاني انا حاسه، انت مخلفه من غيره. اتفضل. لا ما خلفتش خالص ابدا. لا. واتجوزتيه وانت كبيره بقى؟ ايوه. بس خلاص. المهم يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه واشهد الناس كلها، لانك اول مره حضرتك تتصلي بي. أيوة. هنا في الموعظه الحسنه. ايوه. انا بقالي حضرتك نعم سنين بقول اللي هقوله دلوقتي. طب ممكن اقول لحضرتك كلمه بس؟ يا فندم. انا عايزه اشوف هو له حق عليا، لانه مش راضي يطلقني وانا عملت عليه. ما انا هقول لك اهو. أيوة. انا هقول لك اهو. أيوة. اللي انا بقوله بس هتسمعي كلامي. طبعا. واي واحده او واحد عنده 3 على لجنة الفتوى بالأزهر، أنا بقول كده كل حلقة، كل شهر، كل سنة. مش مبروك عطية اللي بيخرب بيوت الناس، ولا مبروك عطية اللي عايش ناس في حرام. لا، ما هو مش عايز يطلق يا أستاذ. هو براحته بقى، يبقى على البوليس بقى، انتوا مشكلكم عند البوليس. بصي يا حبيبتي، بصي يا حبيبتي، بصي يا حبيبتي، بصي يا حبيبتي، بس بصي احنا خلينا نتكلم كلام علمي. انت سألتيني في الطلاقات وانا قلت لك 3 لجنة فتوى، ولا اي واحد لوحده ياخد الحكم. انا مش هروح لفتوى. انتوا مش هتروحوا حبيبتي. انتوا مش هتروحوا. استني بس لحظة واحدة والله لا جاوبك على كل جزئية في 8 ثانية. انتوا مش هتروحوا، يبقى دينكم مش مهم عندكم. لا ما اقصدش، استغفر الله العظيم. امال يعني حضرتك اسمع بقية كلامي بس. حاضر. هو قال لا مش عايز، عمال لي مرجح و2.5 مش عايز يطلق رسمي. فانا رحت عامله خلع. طب كويس. ورحت هي ديت محكمة الاسره. وقفت قدام القاضي او معرفش رئيس اللجنه او وقال لي كلام وقلت وراه. طيب. بس الورق الرسمي لسه ما طلعش.
انا ليه هو ليه حقوق عليا كزوجه؟ يعني قال لك كلام؟ هو يقول لي انت على ذمتي. مش هو كان موجود لما القاضي قال لك كلام؟ وشي بقاله 2.5 سنين، ازاي انا ابقى على ذمتي؟ طب حاضر، لازم استفسر انا. هو لما القاضي قال لك كلام او رئيس اللجنه قال لك كلام، الكلام ده اسمه ابرأتك يا زوجي من كل مستحقاتي وليس لي عليك اي حق شرعي ولا نفقه من مؤخر صداقي ونفقه عدتي. قلت كلام زي ده؟ فاكره اي كلمه منه ولا قال لك كلام؟ هو قال لي انت مش هتاخدي حاجه، قلت له ما انا مش عايزه. بالظبط، قال لك زي النبي ما قال انت هترجعي له الحديقه. قالت له ايوه. لحظه واحده، أيوة. انت هترجعي له الحديقه؟ قالت له ايوه. اولا انت مشكلتك زي العنب. ليه؟ لان الكلام ده اتسجل بس لسه ما طلعش. يعني مش لعب ولا حاجه، يعني حقك مضمون. واتطلقتي لو انت رحتي وقال لك الكلام ده وحصل الخلع، اما تيجي الورقه تيجي براحتها، هتيجي باثر رجعي من التاريخ اللي انت قلت فيه كلام ملوش عليك اي حق، ما دمت قلت في المحكمه بريتك وهو مضى وخلعتوا بعض. يعني هو ملوش حق عليا الوقت؟ ملوش اي حق. بدام انت قلتي، بدام انت قلتي في المحكمه، ركزي في الكلام. مش انا اللي اقول لك، انا مش عرفني، ما يمكن تكذبي عليا. انا ما اقدرش ادي فرمانات. انا بقول من طلقها زوجها او خلعته وكان الخلع بلفظ الطلاق ده بتاع بريتك ومش هتاخدي، وقولي ورايا وقلت وراه، وهو وقع على هذا او طلقها، يقولوا الفقهاء هو ما حضرش. هو ما حضرش كمان، ما راحش مضى، ما بيروحش، ما راحش مضى ولا مره. والمحامي قال لك ان كده اتخلعتي؟ لا لسه ما جابليش الورق الرسمي. لا ما فيش، بس ما جابليش الورقه دي. يعني ايه يا اخوانا؟ اسمعوا الله يقطع الورق واللي عمل الورق. أيوة. اللي يا اخوان ما جاتش الورقه يعني معناها قدامها اسبوعين وتطلع سنه وتطلع، بس انت رحتي ومضيتي. تطلع وقت ما تطلع. مضيت. ايوه مضيت. خلاص، يبقى اذا انت ماشيه صح اهو. وهو الراجل ايوه ما راحش، يبقى المحكمه هتخبره. ولا دعوه راح. ما هو القاضي ممكن يطلق يا امي. أيوة. ما ممكن واحد في امريكا والقاضي يطلق له مراته بتاعت مصر الجديده للضرر وهو في امريكا ويخبروه، ملوش اي حق عليها. ايوه ما دامت عدت ال3 شهور. شكرا. ناخد نجوى. قولي يا نوجه. الو. دنيا يا غرام، وهو مش غرامي انا. قولي يا دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ ربي يسترك. لو سمحت يا دكتور، انا كان في مشكله. يعني انا وخطيبي حصلت، وكان هو. انتوا مين؟ انا وخطيبي. انتوا مين؟ انا وخطيبي. هو دلوقتي عايزين يفشكلوا الخطوبه بدون اي سبب. ايه؟ لا مش سامعها يا اولاد، مش سامعها. عايزين يفشكلوا الخطوبه باي. هم مين اللي عايزين يفشكلوها؟ اهله كده. واهلك انتوا راخرين؟ استني، واهلك انت كمان؟ لا. اهلك متمسكين؟ واهله هو اللي عايزين يفركشوها؟ انتوا لبسك الدبله؟ وجاب الشقه يا بنت رد عليا. وجاب الشقه؟ بس احنا الوقت ياخد ايه يا دكتور؟ ياخد ايه من الشبكه والهديه؟ لا تاخدوا ايه ولا حاجه، ولا تاخدوا حاجه. كتب كتابك يعني قوت عينه؟ لا مالكيش حاجه نهائي يا حبيبتي خالص 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 خالص. خطوبه كل اللي جابوا لك يرجع له، سواء كان هو الشباب او انت الشباب بالشين دلع. اوعي تسمعي الكلمه لو هو الشباب يبقى كذا، لو هي الشباب يبقى كذا. لا يا اختي، ما دام خطوبه وتفركشك مالكيش حاجه الا اللي كلته البطون. اي حاجه راحت يا بنت ترجع، ساعه ترجع له، ذهب يرجع له، طقم في عيد الهب يرجع له الطقم اللي في عيد الهب، طقم في عيد الميلاد لامك يرجع له، كل حاجه ترجع له. ليه؟ لان احنا ما كتبناش كتابنا وعلينا جوابنا، يعني ما عقدناش. لما نعقد ونقول له زوجتوك وهو يقول انا راضي ومبسوط وقبلت، يبقى في الحاله دي اسمها عقدنا العقد. يبقى لو حب يطلق يبقى ليكي نص المكتوب او المفروض، نص كل حاجه. لكن ما فيش كتب كتاب وخطوبه كله يرجع له. هيجيني ناس يقولوا احنا صرفنا، محدش قال لكم اشرفوا بالشين دلع. اللي يطلع من دماغه يستحمل هجاعه، دي حدود ربنا. خطوبه دي وعد بجواز، فاشكلت غرف داهيه. اللي جابه ما عدا الجاتوهات والحاجات البسابيس واللي يتاكل ده ما بيرجعش، ده راح الحمام. قولي يا ست منى،
فاصل قصير، يا سلام، ثم نلتقي وأنا على شرف أن